قبل اي حاجه صلي على الحبيب قلبك كتيب. انا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يوميه واسبوعيه. ميزانيتي بتبتدي من اول 200 جنيه لحد 3000 و4000 و5000 ايا كانت ميزانيتك اكتبيها. ميزانيتي شهريه ويوميه واسبوعيه. انا كمان بعمل اكلات من اول 10 جنيه لحد كل الارقام اللي بتجيلي تشمل كل الفئات. يا سمر مفيش اكلات ب10 جنيه؟ لا، في يا حبيبتي اكلات ب10 جنيه. حاولي وسعي واجتهدي، اعملي لايك، قولي لي رايك في الكومنتات، وكمان الاهم اكتبي لي ميزانيتك. هملالك بيتك كله خير مهما كانت ميزانيتك قليله. ايه هي الحاجات يا سمر اللي انت بتقولي عليها؟ اولا الرز والشعريه والمكرونات حاجات بتتجاب مره واحده في الشهر وتطلعي منها على قد الاكله، وده طبعا ما يمنعش ان انت تجيبي لوبيا وفاصوليا من نفس المحل. وهتجيبي كمان عدس بجبه ب10 جنيه، حمص ب10 جنيه. القمح لازم مره واحده على الاقل في الشهر، القمح من الاكلات المغذيه. انا هنا كنت عامله الاكل معاكم. فاصوليا ومعين سودا. كنت جايبه الكيس اللي انت شويه اللي انت شفتيهم في الكيس دول كانوا عاملين 20 جنيه واداني ب 20 جنيه، بما اني كنت جايبه منه كميه اللهم بارك للشهر كله. ومسكت عليهم بصلايه وقطعتها قطع صغيره او في الكبه زي ما انت حابه. وكل التوابل اللي انا محتاجاها ملح وفلفل والسبع بهارات، والسبع بهارات داخله معايا في كل الاكلات حتى في تتبيله البانيه. وهتعملي احلى اكل. صلي على الحبيب قلبك يطيب. انا هنا نزلت بالتوابل على البصل وهديها تقليبه. وكمان كنت جايبه وركين، الوركين دول كانوا عاملين 84 جنيه في عز ما الفراخ غاليه. لما بتكون الفراخ سعرها بسيط انا بجيب الوراك ب60 وب55 جنيه. باخد انا وجوزي الصفحه وبدي ولادي الدبابيس. ده كان غدانا النهارده. هنعمل فاصوليا ووركين وهنعمل احلى اكل، والرز والشعريه والاكل اللي انا قلت لك من اساسيات البيت هو اللي انا بعملها. يبقى انت اول حاجه هتجيبي رز، شعريه، مكرونه. المكرونه اشكال واختلاف اشكال مختلفه وانصاص عشان هتفرق معاكي انصاص في الكميات. هتجيبي شعريه اربع برضو هتفرق معاكي وهيرضى. كل البقالين بيقولك الكياس غليت، بس انت لما بتروحي لواحد محترم وتجيبي منه كميه صدقيني ايا كان اللي انت عايزاه هيديهولك. هتجيبي ب10 جنيه عدس بجبه، لو دي لعدد اسره 4 افراد فكيس عدس بجبه ب10 جنيه هيكفي ال4 افراد وهيقعد يومين لو انتوا ما بتتعشوش حاجه غير الغدا. وانا هنا مسكت البصلايه اللي انا تبلتها دعكت بيها الوراك فوق وتحت، وهعمل احلى شوربه ممكن تاكليها في حياتك بالسبع بهارات. جربيها ولا تقولي لي بقى حبهان ولا الكلام ده، بما ان التوابل اسعارها رايح في حته تانية. دعكت الوركين بتوعي وش وظهر، وحطي البصل المتبل تحت جلد الفراخ. وادي الفراخ كانت عندي جاهزه. والرز بجيبه ب25 جنيه، وساعات كنت بجيبه اقل من كده على حسب الاسعار. في الاول والاخر انا بديكي فكره وبقول لك ازاي توفري وتطبقي. بالنسبه للطماطم، الطماطم سعرها رخيص اليومين دول فممكن تجيبي وتخزني. انا هنا هامله حله الشوربه. وهقول لك كمان هنجيب ايه من ضمن اساسيات الشهر. جبنا الرز، جبنا المكرونه، جبنا الشعريه. حاولي مره واحده على الاقل في الشهر تجيبي نص كيلو قمح عامل 14 جنيه او 12 جنيه على حسب المكان اللي انت فيه. واعملي على قدك، لو انتوا زوج وزوجه اعملي ربع كيلو، يعني نص كيلو هيقعد معاكي مرتين مش مره واحده. وهتسلقيه زي ما بيسلق كانك جايباه من بره. واي شويه لبن حتى لو معلقه لبن بودره هتحطي عليها شويه ميه وهتاكلي احلى قمح مغذي ومفيد. انقعيه قبلها بيوم او حطيه في ميه سخنه غلوتين وهيطول معاكي شويه. بالنسبه المنظفات برضو حاولي تجيبي الكيس الكبير او الشكاره الكبيره اللي بتبقى 11 و9 مش اقل من كده. وحاولي تستغلي في الوقت ده في العروض. يعني مثلا بجيب الشكاره ال 11 كيلو في الطبيعي بتبقى داخله في 400 جنيه، بستنى عرض اسمه عرض الساعه ايا كان السوبر ماركت بقى على حسب انت فين. وعرض الساعه ده بجيب شكاره اسمها بلتيشي. هاتي النوع اللي انت بتستخدميه بس برضو حاولي تستني العروض. بس الشكاره الكبيره بتكون اوفر وبتقعد معاكي فتره كويسه. المنظفات بالنسبه للكلور بجيب كلور خام، بتاخدي غطا كوبايه او غطا ازازه وتستخدميه على لتر ميه هينفع معاكي. يعني لو جبت لتر واحد ب10 جنيه و10 جنيه لتر كلور، ده احسن وانضف واقوى انواع الكلور. خدي بالك لا يبهدل هدوم. بالنسبه لصابون المواعين انا بجيب برضو الصابون السائل بيبقى ارخص وانضف، وبخففه بمعلقه سكر وشويه ميه. وهقول لك ازاي هتحافظي عليه. يعني الكوبايه ال 200 ملي، كوبايه الشاي 200 ملي هتمليها صابون وهتخففي بقيها لتر. وهقول لك ازاي برضو ده في فيديو تاني. منظفاتك واكلاتك المشتريات دي هتجيبيها مره واحده في الشهر. بالنسبه للاسبوع بتجيبيه الخضار بنجيبه. انا نسيت